جمهور الزمالك اللذيذ الجميل الطاعم بيقول لك دي كرة يعني محمد حمدي لو كانت للأهلي كانت تتحسب ضربة جزاء عادي ومش عارف ايه، والتحكيم واقف مع النادي الأهلي ومش عارف ايه. يا عم الحاج، يا عم الحاج اتقوا الله، بلاش بقى كلام عبيط. اساسا مفيهاش ضربة جزاء اساسا، يعني فاهم انت قصدي؟ الحارس ماسك يعني دخل على الكورة. بس انا هدي لك بقى المفاجأة. شوف الصورة، شوف انا حاطط لك صورة اهي من بداية الفيديو، حاطط لك الصورة. الكرة ديت محمد شريف، وكان الحارس المرمى اسمه ايه يا ربي، اوليان جوباين حاجه زي كده. كان سان داونز، مباراه سان داونز في 2001 كانت خلصت 2-0. كان صلاح محسن ومحمد مش حد كان جايب محمد صلاح محسن كان جايب جون، ومش عارف محمد شريف كان ميت جايب جون، مش متذكر قوي يعني. شوف انت الكرة دي ألعن منها، ألعن منها. ده دخل على ظهره، ده دخل فشخ أمه، فاهم أنت؟ وقال لك مفيهاش ضربة جزاء. يا جماعة اتقوا الله يا جماعة، بلاش سيرة الأهلي يا ابني. لو مسكت والله العظيم، لو مسكت لكم التحكيم، أنا لو مسكت لكم التحكيم أفشخكم. طب يا عم الحاج، ما أنت كنت في ماتش، كنت بتلعب باين في دوري أبطال أفريقيا ما أعتقد يعني. كان ايام مع احمد الشناوي، احمد الشناوي حارس مرمى، لما دخل على اللعيب، كان مش فاكر اللعيب ايه والله، مش فاكر فريق ايه والله، مش متذكر يعني. دخل عليه جامد، حتى اللعيب الشقلط وراح وقع على دماغه وجاله شلل رباعي، وبعدها بعد باين ما اعتقد بعد 6 شهور مات. ايه يا عم الحاج، مش دي مش ضربة جزاء برضه ولا ايه؟ مش دخل عليه جامد؟ يا جماعه اتقوا الله، اتقوا الله، قولوا كلمة الحق، ما ترموش شماعتك على التحكيم. انت عندك مشاكل، انت عندك بلاوي زرقاء، انت عندك لعيبه ما ينفعش تجدد لها، ولا مصطفى شلبي ولا ميشيلاك ولا حتى شيكابالا ولا زيزو اللي عايز تجدد له بشليون جنيه. ده ايه يا عم فيها؟ ما تبص لقرفك يا عم، مالكش دعوه بالنادي الاهلي يا عم. انت فين وانا فين؟ انت بتدعي المظلوميه زي ما المتحدث السابق بتاعكم قال، احنا بندعي المظلوميه عشان ناخد حقوق غير حقوقنا. ما تشوف كلام رضا عبد العال يا عم الحاج، ولا فاروق جعفر يا عم الحاج اللي طلع فضحكم وقال لك احنا في حكام بيدونا ضربات جزاء كده هديه ومملات، وقال لك اقع ومش اقع. ما تشوف يا عم الحكم محمد عادل اللي كان بيحتويكوا كل ماتش، والفضيحه في غرفه الفار والقرف ده. ما تبص لقرفكم يا جماعه. ولا ماتش، فاكر انت ماتش 5-3 بتاع الاهلي والزمالك؟ ورب الكعبه ده يورا بس محمد عادل كنت اتخربقت يومها 10-0، لكن هو بس التحكيم والاحتواء. اتقوا الله يا ظلمه، اتقوا الله، قولوا كلمه الحق، ده انتوا هتقفوا قدام ربنا يوم القيامه. فلو دي ضربه جزاء يبقى بتاعت محمد شريف ضربه جزاء، يبقى بتاعت الواد اللي الشل دي ضربه جزاء، ماشي.